السلام عليكم الإخوة والأخوات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سمحوا لي الأخوات والإخوة أني الفيديو اللي كنت صورت فيه البداية تاع الفيديو، يعني من يلا درنا اللحم في المرميطة ودرنا يعني هذاك راه مشى، أو في الطنجرة اللي كنطيبوا فيها. سمحوا لي، ولكن غادي درت لكم هكا باش تفهموا الأخوات مبتدئات أكيد، أما العائلات راني عارفة كلشي كيعرفوا اللحم والبرقوق. إذا الأخت دارت اللحم، تقليه مزيان في الزيت، سواء زيت العود ولا زيت العاديه، داك الشيء اللي متوفر عندكم الاخوات، مع الملحه والزعفران. تقليو داك اللحم مليح، وتضيفوا البصله على حساب اللحم اللي عندكم. تضيفوا البصله، راه شحال ما كثرتوا البصله يعني غادي تنقصوا من الماء، يعني غادي يجي اللحم زوين. صافي من تقليو البصله مع اللحم مزيان، غادي تضيفوا التوابل اللي هي شويه تاع القرفه، ماشي شويه، راكم عارفين كميه ماكينه كبيره ديال اللحم، وانا قلت لكم يعني على حسب الكميه اللي غادي تكون عندكم الاخوات. القرفه، الخرقوم، الزنجبيل او سكينجبير، والفلفل الاسود، والملح. ما ديروش غير التحميره، بابريكا غير هذيك اللي ما ديروهاش. صافي تقليو وتضيفوا قليل من الماء. اذا كنتو كثرتوا البصله يعني لا داعي انكم ديروا الماء، غير على هذيك البصله غادي تبدا اللحم. وهذا ما كان، يلا غادي نبداو. راني بديت معكم ودابا نكملوا الفيديو. شكرا لكم على التفاهم. تغسلوه مزيان وديروه في الماء، واحد المرص تاع الزبده والقرفه وسنيده. صافي يطبخ شويه وتنزلوا على النار. يلا شهيه طيبه. درت غير الزيت